انا اتنصب عليا او يمكن عليك او على حد قريبك وما تعرفش. الجمله دي بقت بنسمعها كل يوم وكل مره بتوجع كانها اول مره. بس اللي اتغير ان النصاب النهارده مش لابس جلابيه، ده لابس بدله شيك، عنده مكتب وبيتكلم بلغه رسميه جدا. التكنولوجيا اللي فاكرينها هتسهل حياتنا بقت الباب اللي بيدخل منه الشيطان. استنوني فاصل وهرجع لكم تاني. كل الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا من برنامج الحكايه مع آية. قبل ما نبدا حلقتنا احب افكركم انكم تقدروا تشوفونا وتسمعونا من خلال البيج الرسميه على الفيسبوك او من خلال قناتنا على اليوتيوب الحكايه مع آية. واهلا بيكم في حلقه جديده هنفتح اخطر ملف حياتنا اليوميه، النصب اللي بقى حوالينا في كل مكان، في التليفون، في الرسائل، في البيت، في الشغل، وحتى في صوت ابنك. واللي حصل لغيرك ممكن يحصل لك النهارده، فخليك صاحي وكمل معايا حلقتنا للاخر. بتجيلك مكالمه صوت واثق بيقول لك انا فلان من النيابه العامه، في قضيه ضدك بسبب بوست كتبته او مخالفه ضريبيه. بتتجمد وبتخاف، هو مش سايب لك فرصه تفكر اصلا، هو بيقول لك في طريقه نحلها ودي ادفع المصالحه وهنخلص لك الموضوع. وفعلا بيبعت لك فايل عليه شعار رسمي وختم عشان حضرتك تحول الفلوس بسرعه علشان تخلص من وجع الدماغ. وفجاه الرقم بيقفل، الملف بيختفي، ولا واجهه رسميه في الدنيا هتقول لك حول على محفظه. تعال اقول لك بقى التقيله دي، بقى الحكايه اللي بتنتهي بدموع. رقم البنك بيظهر على الموبايل والمكالمه شكلها حقيقي وصوت الموظف هادي وواثق كده من نفسه، وفي محاوله سحب مشبوهه على حسابك حضرتك، وفي OTP هيجي لك على التليفون ابعته لي بسرعه حضرتك. والمصيبه الرساله فعلا بتيجي من البنك، فتديله الكود وانت مطمن، وبعد دقيقه الحساب فاضي. ايوه الحساب فاضي. البنك عمره ما هيسالك عن رقم الفيزا ولا الOTP بتاعك، ولا حتى هيطلب تحديث بياناتك في مكالمه. ولو حد قال لك كده فعلا اقفل فورا واتصل انت بنفسك بالبنك، ولأن المكالمة دي مش حقيقية لكنها كفيلة تسرق حياتك. نيجي بقى لأكتر طريقة وجعتني أنا شخصيا، النصب باسم الخير. صفحة شكلها محترم كده وجميلة، صور أطفال، دموع وأرقام تبرعات، وقلبك الطيب بيغلبك. بتحول فورا، بس الصور دي حضرتك مسروقة، والدموع دي تمثيل، والقصة ولا ليها أي وجود. سنة 2021 شاب من الشرقية جمع 700,000 جنيه تبرعات وهمية، حاجة زي كده، بصور مسروقة من جوجل حضرتك. الخير الحقيقي بيتعامل بعقل مش بعاطفة، وقبل ما تتبرع اسأل الجهة دي مرخصة، تبع مين، رقمها صح ولا ايه، لأن اللي بيلعب على قلبك هدفه جيبك. نيجي بقى للغة العصر، الذكاء الصناعي والنصب الجديد اللي بيجي فجأة. الحقيني يا ماما، تخيلي كده صوت ابنك بيصرخ ويقول لك الحقيني يا ماما او الحقني يا بابا، وده فعلا صوته الحقيقي، نبرته، انفاسه، فتنهاري وتتحولي لحد انت مش عارفاه، بتحولي فلوس لاي رقم علشان تنقذيه. والحقيقه ان الصوت ده معمول ببرنامج ذكاء اصطناعي اسمه فويس كلونينج، بياخد دقيقه صوت من فيديو وبيعمل منه مكالمه كامله بنفس الصوت. أول ما تسمعي حاجة كده اقفلي الخط فورا واتصلي بأولادك بنفسك، واعملوا بينكم كلمة سر خاصة محدش يعرفها غيركم، عشان لو حصل خطر بجد تعرفي إن ده الحقيقي مش الوهم. نيجي بقى للإعلان اللي شكله حلو والنصبايا الجميلة. دايما تلاقي إعلان كده بيقولك اكسب من البيت من غير مجهود، اربح كل يوم. كلام جميل، بس في الحقيقة هو طعم من الوايت ساند للهوت بول، نفس السيناريو نفس النهاية، وملايين الناس اتحمست ودخلت ودفعت، وفي الآخر الموقع قيد الصيانة. النصاب بيحسب أرباح في الهواء. القاعدة الذهبية بتقول الحداية عمرها ما بترمي كتاكيت، الفلوس اللي بتيجي بسرعة
بتروح بسرعة، فبلاش يضحك عليك تاني. نيجي بقى للنصب بالوظائف. تخيل تبيع دهب الست الوالدة علشان تسافر وتبدأ حياة جديدة، وتروح مكتب شكله محترم جدا وتدفع رسوم توظيف بسيطة، وبعدها المكتب يختفي. في قضية الحجاز للتوظيف مثلا، أكتر من 120 شاب اتنصب عليهم بنفس الطريقة. الحلم اللي بدأ بتذكرة سفر وانتهى بمحضر نصب. أي مكتب يطلب منك تدفع قبل ما تشوف شغلة، ده أول جرس إنذار ليك. أنت عارف يعني إيه يتنصب عليك؟ يعني تعب سنين يروح في لحظة، ووجع ما يتنسيش، لأنك كنت واثق في اللي أذاك، وما تتوقعش إنه يغدر بيك. إحنا عايشين في زمن صعب، التكنولوجيا فيها سلاح ليه وشين، استخدمها بس بعقلك. ما تصدقش أي حد يقولك هتكسب من غير تعب، لأن اللي بيتعب هو اللي بيكسب بجد. أنا آية سليم، ودي كانت الحكاية مع آية. شارك الحلقة دي، يمكن تنقذ بيها حد قبل ما يتنصب عليه. سلام.